سألتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. دايما لازم نيجي من بره كده ونقعد. ازيكم يا شباب، ايه الاخبار؟ والله قبل ما نبدا ونتكلم ونقول اي حاجه، انا عايز اقول ان فعلا والله يا جماعه من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه. يعني الفيديو بتاع امبارح يا شباب، الفيديو ده قلت ان انا خلاص باذن الله هحاول على قد ما اقدر ان انا اشيل الميوزك من الفيديوز بتاعتي، وكمان التتر اللي انا كنت بحطه في البدايه دوت في كل فيديوهاتي تقريبا كان بيبقى فيه ميوزك صغيره كده، شلت التتر خالص. فدي وحدها يعني انا من بدري قوي الفيديوهات بتاعتي ما وصلتش ل1000 مشاهده حتى، فانه الفيديو ده بقى سبحان الله، يعني الفيديو اللي انا قررت اعمل فيه كده مره واحده انام واصحى الاقي الفيديو عدى ال 4000 وبعد كده عدى ال 5000 ووصل ل 6000. فهي حاجه غريبه. اولا مش عارف بصراحه هو الفيديو طلع كده ليه، انا مش متعود ان انا فيديوهاتي بتجيب ريتش اصلا، يعني فيديوهاتي تبقى فيديوهات صغيره. خلينا في المهم. الفيديو ده انا عايز اتكلم معاكم في ازاي نستعد للامتحانات، والمفروض نحل كام بوكلت شامل، ونحل كام واحد في اليوم. طب نحل ولا نذاكر؟ ازاي نستعد للامتحانات بشكل عام يعني. المهم في كل ده ان انت تروح تعمل دلوقتي كوبايه الشاي الجميله بتاعتك او كوبايه النسكافيه او ايا يكن انت بتحب تشرب ايه، وتعالى عشان ندردش مع بعض شويه قبل ما ترجع تذاكر تاني، واعتبر ان ده ريست صغير وهنرجع نكمل مذاكره احنا الاثنين. بص يا كبير، انت في الفتره دي اصلا المفروض تكون ان انت بتحل شوامل حاليا. يعني في الفتره ديت من السنه اصلا انا كنت وقفت، كان في كام درس كده كنت بنزلهم دروس، كنت وقفت دروس ووقفت كل حاجه، ما بروحش دروس ولا بعمل اي حاجه. فضلت قاعد في البيت وحدي بحل بوكلتس كتير وبحل شوامل كتير. ولكن يا جماعه والله عايز اقول لكم حاجه، هو رغم دي حاجه مفروضه، الطبيعي والمفروض ان انت حاليا تكون بتحل امتحانات شامله، ده الطبيعي. ولكن والله يا جماعه في مواد انا ما حلتش فيها شوامل كتير، والله العظيم. يعني في مواد حليت فيها كتير وفي مواد ما حلتش فيها كتير، رغم ان انا حليت كتب كتير خالص في كل المواد. بس في اخر فتره ديت ان انا المفروض احل امتحان شامل. في امتحانات والله يا جماعه، في امتحانات زي الاحياء تقريبا ما حلتش فيها غير كام، مش فاكر كانت الاحياء تقريبا ولا الفيزياء، ما حلتش فيها غير 3 بوكلتس، 3 امتحانات شامله والله. والله العظيم كانوا 3 امتحانات شامله بتوع كتاب الامتحان، ودخلت الامتحان بيهم على كده. والحمد لله يعني ربنا كرمنا بمجموع حلو برضه في الماده، سواء كانت الاحياء، لا مش الاحياء، غالبا الفيزياء. الحمد لله ربنا كرمنا بمجموع حلو فيها يعني. ربنا والله يعني انا بعتبر ان ديت ربنا جزاني على تعبي من بدايه السنه، او تعبي في اول السنه اصلا، مش تعبي على اخر فتره دي. لان انا اخر فتره دي وقتها كنت خلاص تعبت وشطبت بنزين ومش قادر والله العظيم. في فتره كده كنت بذاكر انجليزي في اخر فتره ديت، قمت قايم مقطع الورق اللي انا بذاكر فيه 100 حته، وقمت فاتح الباب وماشي. طبعا حاجه غريبه، انا اصلا ما اعرفش انا ايه اللي عملته ده، بس يعني لما طلعت اتمشيت شويه ولفيت فرجعت هديت يعني. طيب نتكلم عن المتوسط مثلا. يعني انا المتوسط بتاعي المفروض احل كام امتحان شامل قبل ما اخش الامتحانات. فحاجه زي ديت، فالمتوسط بتاعك المفروض ان هو اقل حاجه يكون 10 امتحانات شامله عشان تقدر تخش الامتحان. ولكن زي ما قلت لك يعني انا في ماده ما حلتش فيها غير 3 امتحانات شامله، ودخلت وربنا كرمنا الحمد لله وحليت كويس خالص يعني فيها، وهي الفيزياء، غالبا الفيزياء. فعايز اقول لك برضو ان الموضوع متعلق بتوفيق ربنا، وفي ناس برضو والله حلت كتير قوي وحلت بوكليتات شامله كتير قوي وربنا ما وفقهاش وما كرمهاش، فهو الموضوع كله في كرم ربنا. طيب انا المفروض استعد لامتحانات ثانويه عامه ازاي؟ اعملها ازاي دي؟ بص، اول حاجه زي ما قلت لك، بان انت بتحل شوامل، بتحل بتاع على الاقل 10 بوكليتات في كل ماده شوامل. غير حوار ال10 بوكليتات ده في كل ماده شوامل، فانت المفروض يعني ان انت بتجيب الحاجات اللي من البدايه ما كنت بتقف فيها. عارف انت كان في اسئله كده لما تيجي تحلها من اول السنه خالص في اي كتاب بقى بتحل فيه، في اسئله كنا بنقف فيها وغالبا كنا بنعديها. والله يعني انا عن نفسي يعني كنت بعديها، ما كنتش بسال فيها. السؤال اللي اقف فيه ما كنتش اسال فيه، علم عليه كده واعديه. الاسئله دي انت لازم ترجع تاني تحلها، لازم ترجع والله العظيم، لازم ترجع تاني وتدور على اي مدرس صححها معاه. لان الاسئله دي
هي الحاجات اللي انت وقفت فيها، فاهم؟ بقيه الاسئله انت حليتها عادي خلاص وبتعرف تحلها، ولو جت في الامتحان باذن الله تحلها، لكن دي الاسئله اللي انت وقفت فيها، فانت لازم تدور على حد يحلها لك، توديها للمدرس بتاعك يحلها لك، علشان دي الاسئله اللي انت بتقف فيها. غير ان انا في طريقه كده كنت بحب اعملها علشان مراجعه ليالي الامتحان. احنا عارفين مراجعه ليالي الامتحان يا جماعه، بصوا في ليالي الامتحان بيبقى الموضوع رخم. انا في ليالي الامتحان الحمد لله يعني في مواد قدرت اراجعها بالكامل في ليله الامتحان، وفي مواد تانية كانت طويله اوفر زي الفيزياء مثلا فماده طويله اوفر. فكنت بعمل حاجه كده من قبلها بفتره علشان في ليالي الامتحان يعني اقدر اراجع على الحاجات اللي انا مش عارفها او الحاجات اللي انا كنت بقف فيها قبل كده. وهي طبعا احنا حاليا داخلين على شهر 5، ولا احنا دخلنا لا لسه داخلين على شهر 5. ففي طريقه كده عايزك تعملها في الشهر ده، بحيث لما يجي ليالي الامتحان تراجع المواد الطويله قوي ديت بسرعه. وهي ايه الحاجه دي؟ الحاجه دي هي انك وانت بتحل كل الحاجات اللي بتقف معاك تجيب كشكول كده وتكتب فيه كل الحاجات اللي بتقف معاك، كل حاجه، اي حاجه تقف معاك كده، اي سؤال تبقى شاكك فيه حتى لو حليته صح بس شاكك فيه، مش متاكد من الطريقه اللي انت حليت بيها، اكتبها في الكشكول ده، بحيث ان انت تعمل الكشكول الكبير ده اللي مليان الاسئله اللي انت ما كنتش عارف تحلها كويس او الاسئله اللي وقفت معاك اصلا. وفي ليالي الامتحان تراجع على دول، لان دول هيكونوا اهم حاجه، لان الباقي انت حليته قشطه، الباقي تمام. دول الحاجات اللي انت بتقف فيها لو جيت في الامتحان فانت هتقف فيها، ففي ليالي الامتحان تراجع من الكشكول ده. فدي حاجه مهمه خالص للاستعداد للامتحانات، كنت اتكلمت عنها على فكره في فيديو قبل كده، ولكن نقولها تاني برضو في الفيديو ده ونأكد عليها عشان لو حد ما كانش شافها. وبرضو من الحاجات اللي انا عايزك تعملها علشان تبقى مستعد للامتحانات ببال رايق، هي انك تبطل تحط ضغط على نفسك. لان في الفتره ديت انت بتحس اللي هو خلاص الدنيا بتخلص، مستقبلي تحديد مصيري بيقرب، خلاص، ما بيبقى فيه ضغط زياده عن اللزوم انت حاطه على نفسك. والله يا اسطى الموضوع مش كده خالص، والله العظيم زي ما بكلمك الموضوع مش كده خالص. ولما تروح الكليه تكتشف ان انت كنت مكبر الموضوع، وان الكليات اللي انت شايفها عاليه قوي ديت في كليات تانية عادي انت ممكن تأدي فيها بشكل اكبر من كده. فانا مش عايزك تكبر الموضوع، يعني دي اهم حاجه. بص، راحتك النفسيه والله اهم من كل الضغط والكلام ده، ولكن برضه احنا عايزين مجموع يعني. بس برضه الراحه النفسيه بيبقى ليها دافع في الامتحان. يعني انا اعرف واحد صاحبي يعني كان بيحكي لي عن واحده قريبته، كان بيقول لي ان البنت دي كانت شاطره جدا جدا، ولكن عندها مشكله ان هي لما بتخش الامتحان وهي بتحل من كتر التوتر والتردد والقلق اللي هي فيه بيغمى عليها في الامتحان، بيطلبوا لها الاسعاف كل مره وتاخدها وتنقلها. طب انا استفدت ايه؟ ما بجد والله انا استفدت ايه؟ يعني انا قاعد اذاكر طول اليوم عشان في الاخر يرنوا لي على الاسعاف في الامتحان، ما انا عملت ايه؟ فيعني ما ينفعش. عايزك تهون عليك، تعرف انه مجرد امتحان. والله انا بذاكر، هخش حليت ما حليتش ان شاء الله عني ما حليت خلاص، ما هو انا ذاكرت. يعني انا من الحاجات برضو والله اللي انا كنت عاملها، انا قلت لكم ان التاب بتاعي انا كنت بصور عليه فيديوز لنفسي، فعلشان اقلل من التوتر بتاعي في فتره الامتحانات دي بالظبط كنت بعمل ايه بقى؟ كنت بفتح قبل كل ماده كده فيديو اصوره لنفسي علشان بعد الامتحان اشوفه. يعني كنت بقول فيه ايه؟ كنت بقول فيه ان انا عملت كل اللي ممكن يتعمل، عملت كل اللي ممكن يتعمل، مش بس اللي اقدر عليه. الماده اللي انت داخلها دلوقتي ديت، انت حتى لو ادولك فرصه انك تذاكر الماده من الاول تاني وتخش الامتحان من الاول تاني، فانت هتقول لا، لان انت عملت كل حاجه. وتخاف لو جت السنه التانيه، او تخاف لو ادولك فرصه تانيه انك تذاكر تاني ما تقدرش تعمل اللي انت عملته في السنه الاولى. فدي حاجه كانت بتديني راحه نفسيه، واللي هو خلاص ما هو انا عملت كل حاجه، ما هو انا لازم امتحن دلوقتي، في كل حاجه اتعملت، مفيش حاجه تانية ما عملتهاش، كل حاجه اتعملت خلاص، هخش حليت كان بها، ما حليتش خلاص. يعني انا في الاحياء قلت ان انا نقصت في الاحياء 16 درجه، دي اكتر ماده نقصت فيها، وكانت مفاجاه بالنسبه لي. الاحياء اكتر ماده بحبها، 16 درجه، يا نهار ابيض، ده انت وديتيني في داهيه والله العظيم بجد. دي كلت مجموع يا جدعان الاحياء دي والله، وكانت الغريبه ان هي اكتر ماده بحبها. فاللي هو 16 درجه ده بقى تحديدا الفيديو بتاعها اللي انا كنت بروح اتفرج عليه، ساعتها كنت باكد قوي على كلامي في الفيديو ان انا الاحياء رجعتها
اقسم بالله رجعت الاحياء كلها ليله الامتحان بالظبط، حتى مش تقول لي في اليومين او الثلاث ايام اللي قبل الامتحان، لا ليله الامتحان يوم واحد بس. بدات المنهج من اوله، صحيت 6 الصبح بدات المنهج من اوله، نمت الساعه 4 الفجر ساعتها. ما كنتش بنام كويس قبل ما اروح الامتحانات، ودي حاجه وحشه جدا يعني، دي غلطه. نمت الساعه 4 الفجر ساعتها، كنت قفلت الماده كلها، رجعتها كلها من الجلفه للجلفه. ساعتها صورت الفيديو بقى، قلت ان خلاص انا، والاحياء كنت حلل فيها تقريبا 7 كتب تقريبا. ففتحت الفيديو، انا حليت 7 كتب احياء، بذاكر الماده من اول السنه ما راكمتهاش، رجعت الماده كلها ليله الامتحان. فخلاص ما فيش حاجه تانية تتعمل، هتخش الامتحان. وانا كنت ساعتها اجلت خلاص العربي، فانا كنت بقول اي حاجه صعبه هاجلها، لا دي بالذات بقى قلت لا، ما عملت كل حاجه. انا خاف لو اجلتها السنه اللي بعديها ما اقدرش اذاكرها زي ما انا ذاكرتها السنه دي. فانا اخش الامتحان والله حليت، ما حليتش خلاص انت ذاكرت، اصل ما فيش حاجه تاني خلاص. ودخلت فعلا كان في كذا سؤال رخم جدا جدا يعني. وما عرفتوش صدقني، في اسئله ما عرفتهاش غير لما دخلت كليه طب بيطري. يعني لما بدانا ندرس اناتومي في طب بيطري، الاناتومي والتشريح، في اسئله كده عرفتها، اللي هو كان في اسئله بايخه قوي بجد، 16 درجه بقى وطار. وعارف لو كنت اجلتها السنه الثانيه امتحان الاحياء كان كله غلطات، وانا اتكلمت قلت الموضوع ده قبل كده، الامتحان كان كله غلطات، فكانت هتبقى مصيبه اكبر يعني. فاللي هو الحمد لله ان احنا خدناها على اول مره وما تاجلتش. عايزك برضو من ناحيه ان انت تبص لحوار قرب الامتحانات ده، ان هي حاجه حلوه. يعني الامتحانات خلاص مش بقى عليها غير شهر وكام يوم تقريبا، فانا عايزك تبص على الموضوع ده ان دي حاجه حلوه. يعني ان انت خلاص بتقرب على الامتحانات، دي حاجه ليه؟ لان انت بتخلص اسوأ سنه في مسيرتك الدراسيه بلا منازع. والله يا جماعه اسوأ سنه في مسيرتك الدراسيه في الكليه، والله في الكليه الدنيا اخف نفسيا مش دراسيا. وعارف في الكليه انت ممكن تذاكر اللي ينجحك، هي حاجه وحشه طبعا بس انت ممكن يذاكر اللي ينجحك وعادي يقول عايز اعدي الترم ده والترم الجاي شد. طبعا دي جمله بتودي الناس في داهيه، بس يعني عادي والله. انما الثانويه عامه لا، انت مش عايز تعدي وخلاص، دي السنه اللي انت عايز تجيب فيها مجموع. فانا عايزك تبص لها زي ما قلت لك ان هي حاجه حلوه، ان انت خلاص بتشطب بتخلص، هتقفل السنه ديت وتطلع منها وخلاص بقى، دي غرفه 60 داهيه بقى، ما اللي حصل. وبعد ما تخلص الامتحانات هتاخد الاجازه وهتنام براحتك، هتلعب براحتك، هتروح تستعد للجامعه بقى وتجيب لبس الجامعه وتعمل كل الحاجات بتاعه الجامعه الحلوه اللي انت قاعد مستنيها دي. بس دي طريقه استعدادك للامتحان، وحاولت اني اهون عليك على قد ما اقدر، لان الفتره اللي انت عديت بيها كانت فتره صعبه كل الشهور اللي فاتت ديت. وسلام.